الله معي يا نفس صبرا لا تزدعي. وثار الشباب بعد طول إرهاب، وثار الشباب بعد طول إرهاب، فخلع الكلاب يا أم كبري. الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تزدعي. لسرقنا مليارات لبنينا عمارات، جزتنا مليارات لبنينا عمارات، أقمنا الصلاة أصبحنا مسجونين. الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تزدعي. وانتشر الحجاب ونصر الكتاب، وانتشر الحجاب ونصر الكتاب، في أرض الأصحاب يا أم كبري. الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تزدعي. يا رب إننا في فرحة وهنا، يا رب إننا بفرحة وهنا، يا رب إننا في فرحة وهنا، يا رب إننا بفرحة وهنا، بمن ربنا يا نفس فابشري. الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تزدعي. شبابنا إلى المعالي، شبابنا هيو إلى المعالي، هيصعد سامخ الجبال، هيصعد شوامخ الجبال، هيهتفوا يا معشر الرجال، هيهتفوا يا معشر الرجال، قولوا لكل الناس لا نبالي، قولوا لكل الناس لا نبالي، شبابنا لا خوف يعترينا، شبابنا لا خوف يعترينا، لا خوف والقرآن في أيدينا، لا خوف والقرآن في أيدينا، قرآننا درع لنا يحمينا، قرآننا درع لنا يحمينا، وإن تمسكنا به هدينا، وإن تمسكنا به هدينا، شبابنا قد حان أن تعود شبابنا قد حان أن تعود لواحة الإيمان كي تسود، لواحة الإيمان كي تسود، غدا بكم سيصعد الوجود، غدا بكم سيصعد الوجود، ويكبت المستعمر العنيد، ويكبر المستعمر العنيد، شبابنا لا مركز لا لنيد، شبابنا لا مركز لا لدين، قدوتنا محمد الأمين، قدوتنا محمد الأمين، شبابنا لا مولى جبارة، شبابنا لا مولى جبارة، قدوتنا محمد البشارة، قدوتنا محمد البشارة، شبابنا لا ننسي لا هيفاء، شبابنا لا ننسي لا هيفاء، قدوتكم فاطمة الزهراء، قدوتكم فاطمة الزهراء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يبارك في الأخوة الكل اللي فرحوا بأخونا كمال النابي اللي شرفنا اليوم. نحب نرحبوا اليوم ترحاب خاص بأخونا كمال النابي اللي شرفنا. أخونا كمال النابي هو مشرف المركزي على الشباب، أصر يحضر للمؤتمر نتاعنا وللمخيم الصيفي الثاني، ونحب نشكروه مرة أخرى ونعطيه الكلمة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة الكرام والأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على كل حال الأخ نادر أكثر من الشكر. نحن نقول لا شكر على واجب، هذا واجب علينا وحق لكم أن نأتي إلى هنا ونتواصل مع أبنائنا الشباب فتيانا وفتيات، ونأمل بإذن الله تعالى أن نجدد اللقيا كلما توفرت فرصة لذلك، وخاصة أن هذه الملتقيات الصيفية تذكرنا في سنين خلت تقريبا منذ أكثر من 30 سنة. كنا شبابا مثلكم وكنا نقوم بالعديد من الملتقيات والمخيمات، ولكن لكل زمان شروطه وظروفه ولكل زمان كيفياته.
الله سبحانه وتعالى من علينا بهذه الثورة وبهذه الحرية التي جعلت من مخيمات حركة النهضة تعقد بالعلن وقال باللافتات وبالإعلان المباشر. فهذا والحمد لله منة من الله سبحانه وتعالى لابد من شكره عليها والتنبه والعمل على حفظ هذه النعمة. فأكبر نعمة من الله بها علينا سبحانه وتعالى هي هذه النعمة، نعمة الحرية. ونعمة الحرية كما أن ندرك أبنائي وأبناتي الكريمات، هذه النعمة هي لو نربطها الحرية كفكرة والتحرر كفعل. لحفظ الحرية لابد وأن نمارس فعل التحرر، لا مجال للحفاظ على الحرية دون تحرر يومي. لذلك الحرية تحتاج إلى حصون تحميها وأسود ترعاها. ونحن ممكن نستلهم من الحدث الذي نعيشه ونحياه الآن في كل لحظة، الحدث المصري، وأريد أن أبني على هذا الحدث وأتحدث عن دراسة أو كتيب على ما أعتقد كنت قد طالعته منذ الثمانينات الأستاذ العلامة الكبير الأستاذ حسن الترابي، كان يؤكد أن الحرية من معانيه، ننتبه رجاء، أن الحرية في الأوطان العربية وفي البلدان العربية كلما توفرت إلا وانتهت إلى 3 نتائج. يعني إذا كان جاءت حرية في بلاد عربية ولا في بلاد مسلم كانت النهاية 3 نتائج: إما أن تنتهي إلى انقلاب عسكري، الجزائر توفرت الحرية وانتهت إلى انقلاب عسكري، مصر أنا شفناها توفرت الحرية وانتهت إلى انقلاب عسكري، أيضا حتى في السودان سنة 86 كانت هناك حرية إلى 89 انتهت إلى انقلاب عسكري. يعني الحرية في الأوطان العربية تنتهي أحيانا إلى انقلاب عسكري، والحرية إذا توفرت في وطن عربي قد تنتهي إلى حرب أهلية. حرب أهلية وقعت في لبنان. لبنان هناك 150,000 دامت 15 سنة، والحرية المتوفرة في لبنان انتهت إلى حرب أهلية. أو أن تنتهي إلى تقسيم البلد. السودان قسم بين شمال وجنوب، اليمن أيضا قسم. إذا الحرية هذا المعنى وهذا المعطى لابد وأن نعي جيدا أن الحرية هو الحافظ للهوية. إذا أردنا أن ننصر الهوية لابد أن نحافظ على الحرية. وطالما أننا في مرحلة انتقالية وفي مرحلة ما بعد الثورة ولا يزال الوضع فيها على قدر من الهشاشة، يقول على قدر من الهشاشة، أي أن الحرية ما زالت لم يقع إنباتها إنباتا سليما صائبا وما زالت لم تينع بعد. لذلك الشباب من مهامه كما أوجد الثورة لابد وأن يحميها. فنحن هذه الحرية التي من الله بها علينا لابد وأن نعي جيدا أننا نحن حماتها ونحن حصونها التي يجب أن تحميها. هناك المتربصون وقد شاهدتهم وشاهدناهم. نحن مش نقول هناك مقايسة ومش يستلموا من الوضع المصري ويحاولوا يتنقوه ويستنسخوه في الوضع التونسي، ولكن هناك المتربصون في الداخل والخارج. لابد وأن نكون متيقظين منتبهين معاهدين الله سبحانه وتعالى أن نكون حماة للحرية. اللي يحب ينصر الإسلام ينصر الحرية، اللي يحب ينصر الهوية ينصر الحرية ويحافظ عليها من كل المخاطر. راهو ثم مخاطر تنجم وما يسمى بالمهددات قد تهدد هذه الحرية. النعمة هذه اللي نحن نتمتع بها ما نعرفش 100 ولا 131 نجتمع بكل أريحية ونتحدث بكل أريحية، لا رقيب ولا حسيب ولا أمن ولا غيره. هذه النعمة نحن مسؤولون عليها. لذلك أكبر نعمة من الله بها علينا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤكد ذلك، يقول لك خلوا بيني وبين الناس، أي أن يكون الإنسان حرا في مخاطبة الناس وفي استماع الناس له. هذه الحرية أن تخاطب الناس بحرية وأن يكون الناس أحرارا في الاستماع إليك أو لغيرك. لذلك هذا المدخل، وأريد حتى أن أؤكد من خلال آية كريمة العديد منكم يعلمها ويحفظها وقد لا يدرك معناها، عندما يقول الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال وأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هنا بعض المفسرين ليس كلهم حمل لفظة الأمانة، البعض حمله على معنى الاستخلاف والبعض حمله على معنى الحرية، أي أن الله سبحانه وتعالى عرض الحرية
الحرية. يقول إن عرضنا بمعنى إن اقترحنا ليس أمرنا. البعض قد يفهم لفظ عرضنا بمعنى أمرنا، لأن الله إذا كان أمر لا يعصي، ولكن عرضنا بمعنى اقترحنا على الكائنات، على الأرض والسماوات والجبال، عرضنا عليهم أن يكون أحرارا. شو معنى؟ يعني الله سبحانه وتعالى هذه الكائنات في أصل وجودها كانت تتمتع بالإرادة الحرة، أن تقبل وأن ترفض. الله عرض عليها أن تحتفظ بهذه الحرية، أي بحرية إرادتها، ولكنها فيما بعد ستكون مسؤولة. فالحرية قرينة المسؤولية، أنت حر ومسؤول على ما تفعل. يعني ما تقولش إنسان أنا حر أفعل ما أشاء، صحيح أنت حر ولكنك مسؤول. فالله سبحانه وتعالى عرض على هذه الكائنات جميعا أن تحتفظ بحرية الإرادة. إن عرضنا الأمانة أي عرضنا الحرية على السماوات والأرض والجبال، أي أن يحتفظن بحرية إرادتهم فأبينا مش معناتها رفضنا، ولكن بمعنى لأنه نتلطف مع مقام الله سبحانه وتعالى نقول اعتذرنا بمعنى أبينا بمعنى اعتذرنا وليس رفضنا. اعتذرنا أن يحتفظن بهذه الحرية، وشكون أراد واختار أن يحتفظ بالحرية أي بحرية الإرادة. ما معنى حرية الإرادة؟ أي أن يطيع الله إن شاء أو أن يعصي الله إن شاء ثم يحاسب. الكائن الوحيد تقريبا الذي قبل بأن يحتفظ بهذه الحرية هو الإنسان. الرمال تطيع وتسبح لله كرها، البحر يطيع ويسبح لله كرها، السماوات الجبال كلها تطيع وتسبح لله كرها، إلا الإنسان الذي يطيع ويسبح لله طوعا وقد لا يطيع ولا يسبح، وسيسأل إما عن تسبيحه وطاعة الله أو عن عدم تسبيحه وطاعة الله.